السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد من البودكاست ديالنا. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي كيهم بزاف ديال العائلات المغربية ولا المغاربية بصفة عامة، ونقدر نقول حتى العربية في بعض الأحيان. كاينين بعض التقاليد والعادات اللي ورثناها على جدودنا، اللي في الأصل كانت زوينة ودارت في الأصل لواحد المعنى زوين وهدف نبيل، ولكن مع الوقت ولات تحمل ثقيل على العائلات المغربية. كاينين بزاف، ولكن أنا غادي نركز اليوم على ثلاثة ديال هاد العادات. من بين هاد العادات كاينين العطلة الصيفية والأعياد الدينية، وبالخصوص العيد الكبير ولا عيد الأضحى. كاين عيد رأس السنة ولا اللي كنسميوه عامة في المغرب بالبوناني. في هاد الفيديو غادي نهضروا بيناتنا في واحد لحظة تفكير ونقاش ومهاودة وماشي موعظة. السؤال اللي كيتطرح: واش هاد التقاليد باقيين كيحافظوا على المعنى ديالهم ولا ولات مجرد مصاريف زايدة؟ ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم والرأي ديالكم في الموضوع، سواء كنتم من جيل قبل التسعينات ولا من جيل الألفين. راه مزيان نعرفوا وجهة النظر ديال كل واحد وكل جيل على حسب الأجيال. أول عادة غادي نهضر عليها هي العطلة الصيفية. العطلة الصيفية في المغرب ما جاتش من فراغ، ولكن في بزاف ديال الحالات كانت تأثر مباشر من الاستعمار والثقافة الغربية. المستعمرين الأوروبيين خصوصا الفرنسيس والإسبان جابوا معهم فكرة ديال العطلة الصيفية كفترة للراحة، باش الناس يهربوا من الشغل والحر ديال الصيف ويمشيو للبحر ولا الجبال. هاد الثقافة بدات كتنتشر ما بين المغاربة خصوصا مع تطور النظام التعليمي اللي تبنى بزاف ديال الأمور الغربية، سواء فرنسية ولا إسبانية، وبالخصوص الفرنسية بما فيها العطلة الصيفية. لكن خصنا نفهمو بلي في الثقافة المغربية العطلة ما كانتش مربوطة بالصيف، ولكن أكثر كانت مربوطة بالأعياد الدينية. المغاربة كانوا كياخدوا الراحة في مناسبات بحال عيد الفطر ولا عيد الكبير يعني عيد الأضحى، وكانوا كيستغلوا هاد الفرصة باش يسافروا ويزوروا العائلة. هاد العطل الدينية كانت كدوز من 3 أيام حتى لأسابيع على حسب الظروف والمهنة ديال كل واحد. بزاف ديال الحرفيين المغاربة خصوصا في الصناعة التقليدية ما كانوش كيعرفوا شي حاجة سميتها العطلة الصيفية. كانت الخدمة ديالهم أكثر مرونة لا بغينا نقولوا، ماشي بحال اليوم اللي تقريبا كل شيء كيوقف واحد الفترة في الصيف. العطلة كانت مرتبطة أكثر بالعائلة والمناسبات الدينية. اللي وقع اليوم هو أن العطلة الصيفية في المغرب ولات تخليطة ما بين هاد التأثير الغربي والتقاليد المغربية الأصيلة. مع الوقت ولات العطلة مصدر ديال الضغط على العائلات، حيث ولا السفر والتكاليف ديالو ثقيلة على بزاف ديال العائلات. كنشوفو دابا العطلة ديال الأعياد الدينية ولات قصيرة، شي نوبات الطلبة أولا الموظفين كياخدو يومين. حنا كنعرفو بلي في هاد العطلات الدينية ولا المناسبات الدينية الناس كيستغلوا هاد الفرصة باش يزوروا العائلات ديالهم. كتلقى مثلا معلم راه كيقري في شي دوار ولا في شي جبل وكيتسنى العيد باش يتجمع مع والديه وعائلته. يومين ولا ثلاثة راه ما كافياش واخا غير الطريق مشية. وفي المقابل كاينين العطلات الصيفية اللي كانوا في الأصل نقدروا نقولوا رفاهية، وكان اللي كيمشي في العطلة الصيفية راه استثنائي وعنده زعما الإمكانيات باش يمكن ليه يمشي ويخرج في الصيف. ولات دابا بحال شي حاجة ضرورية، خاصك ضروري ديرها، وإلا ما درتيهاش ولاو كيشوفوك بحال شي حد تعيس وما عايش حياتك مزيان. حتى لو كنتي ما بغيتيش انت بخاطرك ما تمشيش، ما بغيتيش تسافر. وإلا كان عندك الولاد راه كتر وكتر، راه هذاك الولد كيتلاقى مع صحابو ويقدروا يقولوا ليه راه سافرنا. هذاك اللي ما سافرش كتلقاه كيحس بواحد النقص. وفي نفس العائلات كتلقى أسرة سافرات وأسرة ما سافراتش. كتلقى الوالي ديال هذيك الأسرة الصغيرة اللي ما سافراتش عليه الضغط باش يسافروا، وهنا كاين المشكل. راه كاين اللي ما عندوش الامكانيات باش يمشي يكري ب 400 درهم النهار، وحنا كنهضروا على اقل حاجه، يعني ما عندوش الامكانيات يحط 3000 درهم في السيمانه ديال الكرا، وعاد زيد المصاريف الاخرى وزيد الطريق واللي يتابعوا كل نهار ديال العطله. راه كتولي هاد العطله اللي في الاصل راه لحظات سعاده مع العائله ديالو كتولي ثقيله عليه، ويقدر يسلف ويدير كريدي. وهنا كيبداو المشاكل في العائله. وكاينين شي ناس سامحهم الله كيزيدوا يكملوا على المغاربة،
كتلقى دار اللي ما تعطيش فيها حتى 100 درهم ديال الكرا يعني في الأيام العادية، وسامحوني على هاد الكلمة دار خربة، كتولي هاديك الدار تساوي 400 و500 درهم في اليوم، والأوطيلات خلاص كيوليو غلا من أوروبا، بلا ما نهضروا على الماكلة اللي الثمن ديالها كيولي مضروب في 2 في 3 وفي 4. خاص السياحة الداخلية نشجعوها باش حتى هداك اللي ما عندوش شي مدخول كبير، يعني عنده شي مدخول ضعيف، يقدر حتى هو يخرج في العطلة مع وليداتو ويفرح حتى هو مع وليداتو. راه ولينا كنشوفوا واحد الظاهرة غريبة بزاف، كنعرفوا الناس نقولوا ميسرين شوية في هاد الخمس سنين التالية ولاو كيمشيو لإسبانيا باش يدوزوا العطلة ديالهم، كيقول لك هاد الشي اللي غادي نصرفو في 2 أسابيع في المغرب نمشي ندوز به واخا 10 أيام في إسبانيا أحسن ليا، حيت أول حاجة كيرحبوا بك وكيتعاملوا معاك على أساس أنك جاي تنعش السياحة ديالهم، عكس شي وحدين في المغرب اللي فوق الغلا كاين المعاملة والسيرفيس الخايب، يعني كيكرهولك في كل شيء. خاص هاد الأمور هادي تحسن باش حتى السياحة الداخلية تنتعش، والمغاربة كلهم يقدروا يمكن لهم يسافروا كل واحد على قد الإمكانيات ديالو، ولكن كل شيء يقدر يسافر. تاني عادة اللي بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو، وخا هي راها مناسبة دينية وماشي عادة فقط، اللي هي عيد الأضحى. عيد الأضحى هو عيد كيف ما هو معروف عند الجميع ديني كبير ومهم في الدين الإسلامي، وكيتعتبر سنة مؤكدة. كيديروا فيه الناس الأضحية، يعني كيذبحوا خروف ولا شي أضحية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرانين، واحد باسمه وباسم آل محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر على من وحد الله من أمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ديجا ضحى على كل واحد كيآمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله. إذن الأضحية كتكون رمز للتقرب لله، وكتعبر على الالتزام بالتعاليم الدينية. كل واحد من الناس اللي عندهم القدرة المالية على ذبح الأضحية خاصهم يضحيو، لكن خصنا نفهموا أن الأضحية ماشي واجبة على كل واحد، يعني ماشي واجبة على اللي ما عندهمش الإمكانيات. ربي رحيم وما غاديش يحاسب الناس على شي حاجة ما عندهمش القدرة عليها. غير هو المشكل اللي كاين دابا هو أن هاد العيد ولا مصدر ديال الضغط والقلق للعائلات المغربية، وهنا كنهضر على العائلات اللي ما عندهمش، كتلقاهم تحت ضغوطات كبيرة حيت كيبغيو يشريو الخروف ولكن ما عندهمش الإمكانيات، وخصوصا أن المجتمع إلا بغينا نقولو كيدفعهم لهاد الشي، يعني كيدفعهم يشريو، ولكن في الحقيقة الله عفا على اللي ما عندوش الإمكانيات. والأسوأ من هاد الشي هو أن بعض الناس كيدخلوا في كريديات في ديون باش يشريو الخروف، وأنا في نظري أنا يعني ماشي فقيه، ولكن كيبان لي بأن هاد العادة هادي، أن هاد الشيء هذا أنك تمشي دير كريدي باش تشري حولي، هذا راه ماشي صحيح من الناحية الدينية، والله أعلم. من الأحسن أن الناس يركزوا على القيم الحقيقية لعيد الأضحى، ويساهموا في مساعدة المحتاجين على قدر الاستطاعة ديال كل واحد، بلا ما يضغط على راسو بمصاريف زايدة. بمعنى آخر، اللي عنده الإمكانيات ديال الحولي يشري، ولكن اللي ما عندوش راه ماشي ملزوم يضحي، راه ماشي ملزوم يشري حولي. حاجة أخرى، الناس اللي كيبيعوا الخرفان أولا اللي كنسميوهم شناقة، راه هادشي اللي كيديروه ماشي معقول. خاصكم تتقوا الله في خوتكم. راه كاينين خرفان اللي ما يستاهلوش حتى 2000 درهم كيتباعوا ب 4000 و 5000 درهم. هاد الشي راه عيب. المغرب بلاد كتعتمد أساسا على الفلاحة والتربية المواشي. لو كنا كنبيعوا الخرفان بالثمن المعقول ديالهم، كل المغاربة راه كانوا يقدروا يشريوا الخروف ويفرحوا في هاد اللحظات الزوينة مع عائلتهم. من الأمور اللي غريبة هو أن كاين واحد الترند اللي بدا كيزيد يبان مؤخرا، خصوصا في لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك وداك الشيء. هاد الترند اللي ولا عندنا ناس كيبداو يسافروا في الفترة ديال العيد الكبير مثلا ولا العيد الصغير، وكيخليو الشراء ديال الخروف والعيد. كيبان ليا هاد الشيء متناقض، حيت الناس اللي عندهم الإمكانيات كيمشيو يسافروا وكيصرفوا الفلوس على الرحلات في عوض العيد، واللي ما عندهمش كيوحلوا راسهم في كريديات باش يشريو الخروف. وباش ما نتفهمش غلط، انا تنقول ما فيها باس الانسان الى سافر، ولكن قبل كل شيء
العيد راه مناسبة باش تجمع العائلة ونزوروا الحباب، وخصوصا الزيارات ديال الوالدين. راه هاد الزيارات عندها واحد القيمة كبيرة للوالدين، راهم كيبقاو يتسناو ديما بشوق داك اللحظات اللي يجي عندهم ولادهم اللي كيتمناو يشوفوهم. للأسف اللي ولا كاين دابا هو أن الناس ولات كتكتفي غير برسالة صوتية، وفي أفضل الحالات واحد لابيل فيديو. ولكن خاص نفهموا أن هاد الشي راه ما كافيش الوالدين. طبعا إلا كنتي ما عندكش لا الوقت ولا الإمكانيات راه مسألة مفهومة، لكن إلا كان عندك شوية ديال الوقت حتى ولو كنتي ساكن في مدينة أخرى، خاصك دير بحساب داك الزيارة، راه غادي دير ليهم واحد الفرحة اللي ما تصورش. خصنا نرجعوا نفكروا في المعنى الحقيقي ديال العيد، ونرجعوا للتقاليد الصحيحة بحال المساعدة والتضامن بين الناس، بلا ما نزيدوا نضغطوا على راسنا بشي مصاريف زايدة وضغوطات ما عندها حتى شي معنى. وآخر عادة بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو هي عادة نقدروا نقولوا عليها عادة دخيلة، واللي هي الاحتفال بالنويل. راه واحد الظاهرة اللي بدات كتنتشر في المغرب وخاصة ما بين العائلات الميسورة. الاحتفال بعيد ميلاد المسيح أو النويل ولينا كنشوفوه بزاف على الأقل في لي ريزو سوسيو. غير ما بين قوسين بغيت نوضح من الأول بلي أنا ماشي هنا باش نقول هادي حلال وهادي حرام، راه الحلال بين والحرام بين. أنا هنا معاكم كنناقش ظاهرة اجتماعية كيف قلت في الأول كنتهاودو، لا أقل ولا أكثر. وغير باش نحيد واحد سوء الفهم اللي بغينا نسميوه، هو أن راه كاين فرق ما بين نويل وراس السنة. راس السنة اللي معروف عامة عند المغاربة بالبوناني. النويل راه هو واحد العيد عنده جذور دينية مسيحية، وماشي بحال احتفالات رأس السنة اللي كتجي في 31 ديسمبر دو جنبر. في الأصل النويل كيرمز لميلاد المسيح عليه السلام، وهذه حاجة معروفة في الدين المسيحي. اللي كيوقع دابا هو أن بعض العائلات المغربية وخاصة اللي عندهم القدرة المادية كيبداو يشريو الديكوراسيون وداك الشيء اللي متعلق بالنويل بحال السابان وداك الشيء الآخر، وكيحتفلوا به بحال شي مناسبة جديدة. هادشي بدا كتقليد للتقاليد الغربية اللي كتبان بزاف في الأفلام والبرامج التلفزية وحتى في لي ريزو سوسيو. المشكل هو أن هاد التقليد ولات حتى العائلات المتوسطة أو لا حتى اللي الظروف ديالهم المادية صعيبة كتحاول تقلدو، حيت كيبغيو يفرحوا ولادهم يحسوهم أنهم عايشين هاد الجو اللي كيشوفوه في التلفازة ولا في السوشيال ميديا. وحقيقة كاينين بزاف ديال الأسر اللي كيدخلوا في مصاريف ما عندها حتى شي ضرورة، بحال مثلا يشري الحلويات ولا هادوك لي ديكوراسيون، ولا كاع في بعض الأحيان كينظموا سهرات في هاد الوقيتة هادي بلا ما يكون عندهم حتى شي ارتباط ديني بهاد المناسبة. وأنا كنتفهم أن الوالدين كيحاولوا يفرحوا ولادهم، ولكن خص الواحد يكون واعي باللي ماشي من الضروري يتقل على راسو ماديا باش يواكب هاد الموضة هادي. خاصنا نعرفوا أن الراحة النفسية والفرحة بالنسبة للدراري راه كتجي من داخل العائلة، من داك الحب وداك الاهتمام اللي كتحيطوا به العائلة، ماشي من احتفالات وصافي. واللي غريب هو أن هاد العادة ما كانش معروفة هادي واحد 10 ولا 15 عام، فكيفاش ولينا دابا نتقلوا على راسنا ماديا باش نتبعوا تقليد ما عنده حتى شي علاقة لا بديننا ولا بالثقافة ديالنا. خاصنا نفكروا في الأسباب، وكيف ما كانت الأسباب خاصنا نكونوا واعيين بالتأثيرات السلبية اللي تقدر تكون عندها على العائلات. راه اللي كيخوف هو أن هاد العادة ديال الاحتفال بالنوال تقدر تولي حتى هي واحد العبء مالي على العائلات المغربية اللي دابا أصلا راه غارقة في مصاريف كبيرة. هادشي ماشي انتقاد لحتى شي واحد باش نكونوا متفاهمين، ولكن كيف ما قلت في الأول ديال هاد البودكاست، هذه مجرد محاولة ديال التفكير والنقاش مهاودة بيناتنا على كيفاش كيتبدل المجتمع المغربي. في الأخير ديال هذا الفيديو بغيت نقول أني من خلال هذا البودكاست بغيت نعبر على الرأي ديالي والمخاوف ديالي بخصوص هاد التقاليد الجديدة اللي يمكن تولي عبء مالي على الأسرة المغربية، خصوصا كيف قلت أن الأسرة عندها مصاريف كبيرة، وخاصنا نكونوا واعيين بالتحولات في المجتمع المغربي
ونتعاملوا مع التحولات بذكاء. راه الانفتاح على الثقافات الأخرى حاجة زوينة بزاف، ولكن خاص يكون بطريقة ذكية بلا ما نساو التراث ديالنا الغني والتقاليد اللي كتمثل هويتنا، اللي كتمثل التمغربي ديالنا، وماشي ضروري نتبناو عادات بعيدة علينا. وحاجة أخيرة، راه يهمني بزاف نسمع الرأي ديالكم في هذا الموضوع ونتناقشوا فيه. ما تنساوش تخليو التعليقات ديالكم، تابوناو وتشاركوا هذا المحتوى هذا إلى عجبكم. السلام عليكم. تشاو.